انا رئيس جمهوريه منتخب، الناس انتخبوني، انا مسؤول بالمجتمع المصري ومشاكله. لا يتكرر ابدا مشهد الدم هذا. يحاسب من فعل. اذا وقع انا المسؤول طبقا للقانون. في مشاكل عند المصريين، 5 مشاكل في منتهى الخطوره، مش عايزين فلوس. مهم جدا نخلص منهم بسرعه جدا في اول الانتخابات، بعد الانتخابات على طول. احنا عندنا مشكله المرور، عندنا مشكله الزباله، عندنا مشكله رغيف العيش، عندنا مشكله الامن، عندنا مشكله الطاقه. 5 مشاكل يا استاذ محمود، مش عايزين فلوس. ليس هناك وقت، مش عايزين نضيع وقت، مش عايزين نضيع وقت فيما يتعلق نضيع وقت في الكلام اللي هو البعض بيثيره وهو اتفه ان احنا ننظر اليه. العاهل السعودي امر بعوده السفير المصري هذا شيء طيب. السفير السعودي الى القاهره، لكن في عجاله وكاله رويترز للانباء اشارت الى ان السعوديه مستاءه بدرجه ما من صعود الاخوان المسلمين في هذه المرحله في مصر. ما تعليقكم؟ انا لم اسمع هذا من مسؤول سعودي. لم اسمع مباشره ان مسؤول سعودي صرح بانه مستاء من صعود الاخوان المسلمين. لم نسمع هذا. انا علاقتي بالسفير السعودي في القاهره الاخ احمد القطان علاقه طيبه كرئيس حزب، وليس هناك مجال لمثل هذا الكلام في الوقت الحاضر. بنتكلم عن عوده علاقات طبيعيه. الاستاذ ابراهيم عيسى الاعلامي في احدى حلقاته احضر بعجله سياره واشار الى انك شبيه بهذا الامر الاحتياطي، المرشح الاحتياطي. ما تعليقك على او كيف تتعامل مع تلك الانتقادات الخاصه؟ احنا عايزين نرتقي بمستوى الحوار والنقد والراي والراي الاخر الى المستوى المحترم، الى المستوى المهذب، الى المستوى المجتمع المستقر اللي يليق بمصر وابنائها. هل تضيق صدرا بهذه انا لا اضيق صدرا بالنقد من اي حد، لكن انا اسى على من لا يرتقي بمستوى النقد او التعبير عن الراي الى مستوى المجتمع المصري المحترم. هذا ما يقلقني على الطرف الاخر. اما انا شخصيا لا ارى بأسا من انه الكل يقول رايه كيفما يشاء، لكن انا اقول انها فرصه ان احنا نتعلم كلنا ازاي ننتقد بعض، نقول راينا في بعض، يكون في راي اخر، والاختلاف في الراي لا يفسد. طيب جوهر الانتقاد الخاص بالمرشح الاحتياطي والمرشح الاساسي هذه مساله يعني انتهينا منها. بنتكلم دلوقتي عن مصلحه مصر، بنتكلم دلوقتي عن انتخابات حقيقيه، بنتكلم عن رصد حقيقي للواقع، بيقول مين اللي شغال ومين اللي في الجغرافيا ومين اللي في التاريخ ومين اللي موجود ببرنامج ومين عنده مشروع. هذا كلام صغير انتهينا منه، لان قرار المؤسسه اللي انا بنتمي اليها بالنسبه لي انا انتهى امره خلاص. المؤسسه الهيئه العليا للحزب ومجلس شورى الجماعه قرروا ان اكون مرشحا، فلا نريد ان نشغل انفسنا بتوافه الامور. خلينا في عظائم الامور، وهي الان عندنا قتل ودم، مش كده؟ دي عظائم امور عايزين نوقف. اذا كان الاعلام اللي موجود، بعض وسائل الاعلام اللي هي بتشغل نفسها بتوافه الامور، عليها ان تنشغل بما هو موجود الان لوقف الدم ونزيف الدم. عايز اقول لك في كمان شويه حاجات بعد اذنك، دي نص دقيقه. تفضل. احنا منشغلين جدا 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 دلوقتي بايه؟ بالقتل والدم يقف، محاسبه المجرم، الانتقال الى حاله الانتخابات عشان نخلص، عشان يبقى المسؤول عن الموضوع رئيس الجمهوريه المنتخب عشان يتحمل المسؤوليه.